يا فاطمة. فاطمة. نعم يا ستي أنا. نعم يا روحي أنا. حطيتي أكل ومية للعصافير؟ يا ستي نسيت والنبي. نسيتي ازاي بقى؟ أنا مش منبهة عليك تنضفي لهم القفص كل يوم وتغيري لهم المية والحب؟ معلش يا ستي خلاص، من هنا ورايح مش هنساهم أبدا. أهو كده، واعملي حسابك شغل العصافير ونظافتها قبل شغل الشقة ونظافتها. يا ستي بقى العصافير أهم من البني آدمين. عندي أنا أهم. يا سلام، للدرجات بتحبهم يا ستي؟ طول عمري أحب العصافير وأموت في العصافير. يا حلاوة يا ستي، عشت وشفت. لكن على إيه بقى الحب ده كله؟ شكلهم حلو وصوتهم حلو، وهم مونسين وحدتي بعد المرحوم سيدك. ألف رحمة ونور تنزل عليه يا ستي. أنا عارفة كان مستعجل على الموت ليه. قصدك إيه يا فاطمة؟ يعني كان لازم يسيبك كده يا ستي في عز شبابك. نصيب يا فاطمة، حظي وحش. ربنا يعوض عليك يا ستي بابن الحلال اللي يهنيكي وينسيكي الحزن اللي انت عايشة فيه ده. بيني وبينك يا فاطمة، أنا زهقت من الحزن وأعصابي ما عادتش مستحملة الأسود ده أبدا. لكن خايفة. خايفة من إيه يا ستي؟ من كلام الناس يا فاطمة. يا مسرع ما يقولوا لونت قبل السنة ما تكمل على جوزها. يا أختي ما حدش له عندك حاجة، يا ما هوانم بيقلعوا الأسود بعد ال40. إحنا لازم نشوف لنا صرفة، لازم نلحق روحنا. إيه؟ نلحق روحنا؟ يا ست فوق نفسك بقى ودوري على مصلحتك. ده الحي أبقى من الميت وانت مقطوعة من شجرة ومسكينة. مش فاهمة يا فاطمة، بتتكلمي عن إيه؟ سيد الله يرحمه ما عملش حساب الزمن وهو توكل وسابنا على الحديدة. ليه يا فاطمة؟ ما هو سايب لنا معاش. معاش ايه يا ست؟ 20 جنيه أجرة الشقة، وشوفي بقى هتاكلي بإيه وتشربي بإيه وتلبسي بإيه أيوة صحيح، لكن هعمل إيه؟ حاجة واحدة بس اللي تقدري تعمليها. إيه هي يا فاطمة؟ تتجوزي. أتجوز بعد سيدك يا فاطمة؟ وليه لا يا ستي؟ وانت ما كملتيش ال30 يا ستي، واسم الله عليك قمر ليله 14. ولما تقولي يا جواز 1000 من يتقدم لك، بس اعملي حسابك يا ستي اتجوزي لك راجل غني قوي قوي قوي. وش معنى غني قوي يا فاطمة؟ اصلي بكره الفقر يا ستي، وكمان يعني كمان ايه؟ لو سابنا يعني وتوكل زي المرحوم نلاقي حاجه نتسند عليها، مش نقعد يا مولاي كما خلقتنا والديون متلتله علينا. على العموم يا فاطمة ما تحمليش هم الديون. أنا اتفقت مع جمالات هانم جارتنا أتنازل لها عن أوضتين من شقتي وتدفع لنا حسبة نظير كده وتشيل نص الإيجار. وهم الأوضتين اللي فاضيين يا ستي هيكفونا؟ ما احنا بعنا نص العفش والزيادة يا فاطمة. ثم يعني ما تنسيش الصالة أهي زي أوضة برضه. ومن نضمن بقى إن المعلم حسنين أبو الدهب صاحب العمارة هيوافق على ضم الأوضتين لشقة الست جمالات؟ أنا هكلم خميس أفندي الكاتب بتاعه وخليه يأثر عليه. لا يا ستي لا، بلاش تكلمي خميس أفندي، روحي للمعلم حسنين بنفسك أحسن. أروح له إزاي؟ ده أنا عمري ما شفته. لا يا ست شفتيه. إمتى يا فاطمة؟ امبارح واحنا داخلين العمارة كان فيه واحد لابس جلابية بلدي وبلطو وعمال يبحلق فينا. أيوة صحيح. هو ده بقى المعلم حسنين صاحب العمارة. لكن ما خدتش بالي منه كويس. والنبي يا ست ده راجل طيب، ولما هتشوفيه هتنبسطوا منه على الآخر. وانبسط منه ليه أنا يا فاطمة؟ عشان العصافير. العصافير؟ هو كمان غاوي عصافير زي حالاتي؟ لا يا ستي لا. امال ايه الحكايه؟ اصل عصفوره واقفه. هي ايه اللي واقفه؟ ايوه يا ست، عصفوره واقفه على صدغه اليمين وعصفوره واقفه على صدغه الشمال. الله يجازيكي يا فاطمه. والنبي يا ست ده راجل سكره، ولو انه اغتنى لكن عمره ما ينسى اصله. هو اصله كان ايه يا فاطمه؟ بياع روبابيك يا ستي، وبعدين تاجر في الحديد والخرده، ودلوقتي ربنا فتح عليه وعمل مصنع سراير وبنى العماره دي. وعنده بيت ملك في مصر عتيقه قاعد فيه هو ومراته وولاده. الله، وليه ما سكنهمش في شقه هنا في الزمالك؟ اصل مراته يا ستي ست بلدي قوي، بتلبس الملايه اللف والطرحه السودا دلوقتي. الله، ده انت عارفه عنه حاجات كتير يعني. امال يا ستي. الطبلية جاهزة يا معلم حسنين. يا ترى هتفطريني ايه النهارده بقى يا حاجه تفيده؟ خير ربنا كتير يا معلم. ما انا عارف ان الخير كتير، بس قولي لي محضره لي ايه؟ طبق فول بالزيت والليمون وعليه دستة بيض محمر. بس يا حاجه؟ بس ازاي؟ ده انا عامله لك فطير بجبنه حلو قوي تاكل صوابعك وراه. ما جبتيش طبق ترشي؟ اطمن يا معلم، انا عارفه مزاجك كويس وجايبه لك طبق الترشي المحوج قبل الاكل كله. طب ليميني على الطبليه.